من فوكس الجديدة جدا، بس اسمه بوبس بوب كورن واسمه كورني كوبس. تعالوا نشوف تمام ولا اي كلام. يلا بينا. اخوات احباب البسيكو يا جدعان، عاملين ايه؟ كله تمام ان شاء الله، بيكون كله تمام جدا. المهم هنجرب منتجات جديدة في 2023 نزلت في السوق. هنجرب دلوقتي منتجين جداد من فوكس. اعتبروا ده كان قديم ده ولا ايه ده، بس انا اول مرة اشوفه بالظبط. ده جديد بقى، واول مرة اشوفه 100%، اول مرة اشوفه بالظبط بالبلي. هنجرب اسمه بوبس بوب كورن فشار بطعم الشطة. بص ده كده شكله سعره عامل 5 جنيه. عندنا بقى ايه في اطعمة مختلفة، هو جبنة فرنسية وجبنة شيدر وشطة حرارين بواسير معروفة يعني. بصوا ده شكله جوه فشار، انما ايه هنا حمرا. فاكرين بتاع الفشار زمان؟ الفشار ده لما بيعملوها بيه بيجيب ذرة كده، بيجيبوا الزيت بيحطوها كده وبيحطوا عليها ذرة وبيقفلوا الغطا وبيعملوا تك 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 وبيعملوا فشار. لكن ده محدش يعرف يعمل طريقة زي دي بالظبط. يلا بينا حان وقت التذوق ونقول بسم الله. في النورمال، هو مش فيش، لا يعني عادي. بص اهو الشكل اهو. ده بطعم الشطة، لا استني كده. ده بطعم الفلفل الحلو. انا نسيت ان هو ده طعم الشطة، بس خفيف جدا عالمي جدا. بس لما تدوق في شطة بس سنة خفيفة كده، مش عارف ليه. لو انت مثلا تدوق تلاقيك طعمها مش حراق يعني. يلا بقى وخلاص. ربنا نشرب بقى ونخش على اللي بعده. اسمه كورني كوبس. ايه كورني كوبس ده؟ بطعم سويت كورن الذرة الحلوة. طعمها جميل قوي. عارف بقى الذرة الحلوة اللي هي سويت كورن، تحط عليها ذرة اللي في علب كده، تحط عليها سكر وملح اللي انت عايزه. هقولكوا السعر دلوقتي بقى عامل 5 جنيه برضه. طب بدنا نشم. ريحته حلوة قوي. انا احس ان هو حجمه قليلة. ده شكله ضخم قوي. والغريب ان ريحة دي زي ريحة الذرة الحلوة اللي في العلب، لما تفتحها بلاقي ريحة الذرة الحلوة. يا نهار ابيض، دي نفس ريحة بالظبط. جواها منين دي؟ يلا بينا ندوق نقول بسم الله. ده بقى هو نفس الريحة، بس مش زي الطعم اصلا. تحس ان هو شارب زيت الصويا. هي مسكرة سنة، بس اقولكوا على حاجة، ان دي احسن من دي. اقولكوا ليه؟ عشان دي حراقة، بس حراقة سنة يعني. وبس كده يكون خلصت الفيديو. لو عجبك الفيديو متنساش تعمل لايك وشير والاشتراك في القناة. اوعى تنسى تفعل زر الجرس عشان يوصلكوا كل فيديوهاتنا الجديدة.